أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم تالتة ثانوي ل 2021. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنبتدي في حل جرامر يونت 9، والجرامر بتاعت يونت 9 بتتكلم عن الريبورتد سبيتش. يمكن الريبورتد سبيتش عامل غلاسة عند بعض الناس والناس مستتقلاه، بس ده لأن هما ممكن يكونوا بيحاولوا يحفظوا له قواعد أو بيحاولوا يحفظوا حاجات لو لقيوها يطبقوا كذا أو يعملوا كذا، فده اللي مصعب عليهم الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة هتسهل عليك الحل قوي. ممكن تستعملها مع كل الجمل وهتلاقي إن الدنيا بقت سهلة والريبورتد ما بقيش صعب زي ما احنا كنا حاسينه في الأول. تمام. قبل ما نبتدي بس الحل متنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتشغل علامة الجرس عشان توصلك فيديوهات الحل اللي جاية إن شاء الله لما تنزل. يلا بينا نبتدي مع بعض في أول جملة. الطريقة بتاعتنا اللي هنتفق عليها أولا هي إن إحنا هنحول الجملة اللي قدامنا دي لأصلها. يعني إيه؟ تعال نطبق على أول مثال. بيقول لي هنا My daughter not her teacher had given her a reward that day. طبعا الجملة دي ما فيهاش أسئلة في الريبورتد قوي، هو يا دوبك بس عايز يقول إن بنتي قالت، فماي دوتر said وخلاص، وإن بعدها جملة كاملة مفيش مفعول به، فما تختارش told لأن told عايزة مفعول به. وطبعا agreed و complained معناهم وافقت أو اشتكت، والجملة مفيهاش ولا موافقة ولا شكوى. طيب ماهر said that he not a friend at the station later that day. هنا بقى تعالوا نبتدي نطبق الكلام اللي احنا بنقوله. عايزين نرجع الجملة دي لأصلها. يعني ايه أصلها؟ يعني نرجع علامات التنصيص ونشوف اللي بيتكلم ده اللي هو ماهر قال ايه بالنص. طيب ماهر بيقول that he عايد على مين؟ عايد على ماهر، يبقى ماهر كان بيقول I، كان بيتكلم عن نفسه، فهيبقى I not a friend at the station later that day. that day دي كان أصلها إيه؟ كان أصلها today. تمام؟ لو أنتوا فاكرين في الكلمات اللي بتتحول، أو لو من غير ما تفتكروا بالحفظ برضو ركزوا، كنا now بنقول عليها then، فيبقى this day بقى that day، و this day اللي هو today. يبقى ماهر بيقول I not a friend at the station today أو later today. معنى كده ان ده لسه هيحصل later يعني بعد شوية، فماهر بيقول I will meet او I am meeting. صح؟ الاستعمال بتاع المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. ماشي، معانا من المستقبل دلوقتي. فماهر بيتكلم بيقول I am meeting today. يبقى انت لما تحولها عن ماهر زي ما انتوا عارفين ومذاكرين هترجعوا كل حاجة خطوة لورا. هيبقى ماهر said he was meeting بدل I am meeting، و that day بدل this day أو today. يبقى عندنا he was meeting a friend that day. خلاص، يبقى هنرجع الجملة لأصلها. تعال نطبق تاني. She told me that she not a job interview the previous day. تعال نرجعها. اللي اتكلمت بتقول I، عشان كده قلنا عليها she. I not a job interview the previous day اللي هي أصلها كان إيه؟ yesterday. يبقى I كان عندي وظيفة أو كان عندي interview امبارح. يبقى واحدة بتتكلم عن امبارح هتتكلم في أنهي زمن؟ صح؟ في الماضي البسيط أكيد. فهمتوا بقى فايدة اللي أنا كنت بقوله إن إحنا نرجع الجملة لأصلها؟ لما رجعناها ولقينا إن أصلها كان yesterday، فأنت عرفت إن أنا هستعمل الماضي البسيط، صح؟ ده فين؟ ده في أصل الجملة في علامات التنصيص. يبقى لما تيجي تنقلها وتقول she told me that، مش هتختار ماضي بسيط، هتختار الماضي التام. يبقى she had a job interview. فهمتوا؟ كانت أصلها ماضي بسيط، رجعناها زمن لورا فبقيت ماضي تام، وهكذا. يبقى هي دي فايدة الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها من غير ما تحفظ أي حاجة، من غير ما تشوف the previous day أحفظ معاها بقى إن هيجي معاها ماضي تام. مفيش داعي. يلا رجع الجملة لأصلها وحل على الأساس والقواعد اللي انت عارفها كويس أوي. طيب رقم 4. She said that China not a densely populated country. densely يعني كثافة، يعني بشكل كثيف. خلاص، يبقى populated بشكل كثيف، بلد populated بشكل كثيف. هل China
populated بشكل كثيف حاليا، ولا هتصبح في المستقبل، ولا كانت في الماضي؟ هي على طول كده. يعني دي الحقيقة الواقعة اللي في تشاينا، ان هي فيها ناس كتير من دلوقتي وفي المستقبل هيفضلوا كتير. يبقى مادام دي حقيقة، يبقى احنا متفقين ان الحقائق ما بتتغيرش. China is ما بتتغيرش، وتبقى was ولا تبقى will ولا اي حاجة. اتفقنا؟ Ferris told us that his family bought a house in the countryside 2 months before. تعال نرجع الجملة لأصلها. 2 months before ده هتبقى 2 months ago مثلا، اللي هو بيتكلم يعني من شهرين. طيب هيقول ايه؟ his family، هيقول my family من شهرين اشترت بيت. ومادام 2 months ago يبقى ماضي بسيط. ده أصل الجملة، ما توقفش لحد هنا. احنا بقى بنحول reported. مادام كان ماضي بسيط هيبقى ماضي تام، صح؟ يبقى his family had bought a house 2 months before. He told me that he not me to repair my car the following day. ماشي. هو بيقول لي ان هو هيساعدني، او هو قال لي ان هو هيساعدني في اليوم التالي following day. اصلها كان لو واحد بيتكلم بيقول I نقط you to repair your car tomorrow. مستقبل اهو، يبقى I will help you tomorrow. بيعمل offer will. لما تيجي تحول will هتحولها تبقى would. He would help me. وصلت؟ ماشي. The article says that there not an increase in the number of university students next year. المقال بيقول وفي المضارع، فعل القول في المضارع، يبقى الجملة اللي عندك ما فيهاش أي تحويل للأزمنة ولا رجوع للزمن لورا ولا الظروف بتتحول للأبعد ولا أي حاجة. حتى next year فضلت next year، ما بقيتش the following year. إذن there will be next year. خلاص مستقبل بسيط عادي، لأن مفيش عندي أي تحويل في الأزمنة. She told him that he could ask her advice. ممكن يطلب نصيحتها if he not any problem. الجملة اللي بيبقى فيها if عندك فيها طريقتين ممكن تحل بيهم. ممكن ترجعها لأصلها زي ما احنا قلنا، وممكن تحل بحالات if. لو انت فاكر حالات if هناخدهم قدام، فهيبقى لازم تفتكرهم طبعا. حالات if اللي هي لا إما مضارع مستقبل، لا إما ماضي would والمصدر، لا إما ماضي تام would have والتصريف الثالث، صح كده؟ يبقى she told him he could والمصدر. could والمصدر يبقى الناحية التانية مين؟ ماضي بسيط. if he had any problem. بس حلتها بحالة if. تعالى بقى نطبق الطريقة الأساسية بتاعتنا. لو هي اللي بتتكلم هتقول له إيه؟ لو واجهتك مشكلة you can ask me. you can دي أخت will، صح؟ يبقى الأصل بتاعها كان بتقول له if you have any problem you can ask me. حالة أولى من if. يبقى الجملة المباشرة كانت بتتكلم بالحالة الأولى، ولما نقلناها بقية الحالة التانية من if. ماشي. He told her he had seen the film she not the night before. يعني ايه؟ يعني هو بيكلمها بيقول لها أنا شفت الفيلم اللي انتي رشحتهولي امبارح، ليلة امبارح. تمام؟ خدوا بالكم انا قلت ايه الكلام. انا شفت الفيلم يعني ده ماضي، اللي انتي رشحتهولي امتى؟ امبارح. خلاص؟ طيب لو انا هقول لها انا شفت الفيلم اللي انتي رشحتهولي، يبقى هي رشحتهولي في الماضي وانا شفته في الماضي. شفته في الماضي اتحولت لهاد سي، بدل ما هو كانت ماضي بسيط امبارح حولها لماضي تام. احنا بنحول اهو. وانتي رشحتهولي قبل كده في الماضي البسيط هتتحول برضه لماضي تام. يبقى the film she had recommended. فهمتوا؟ كان اصلها the film she recommended على طول. She said that she not to visit Cairo the following week. رجعها لأصلها. الجملة دي حلوة. بتقول أنا عايزة أزور القاهرة next week. هل هتقول I want ولا I will want؟ يعني
أنا عايزة ولا هعوز أزور القاهرة؟ طبعا هنا عشان الفعل بتاعي يريد، يبقى هي بتقول أنا عايزة، بتقولها في الحاضر، وبتقول أنا عايزة أزور في المستقبل. ماشي، زوري في المستقبل، بس هي في الحالة اللي هي بتتكلم فيه هي تريد في الحاضر. جميل. هي تريد في الحاضر ده كان أصلها، حولها لي reported رجعها لورا، يبقى she wanted أو أرادت في الماضي. فهمتوا الفرق؟ علشان كان أصلها إيه؟ مضارع. وصلت؟ ماشي. The science teacher said that when you freeze water you not ice. دي حقيقة علمية، هتجمد المية هتحصل على ice، يبقى مضارع بسيط you get ice. خلصانة كده مفيهاش أي حاجة تاني. The policeman told us that we know the rules and respect the law. يبقى احنا لازم نحترم القانون ونحترم نراعي الرولز، نمشي على الرولز ونحترم القانون. هو اصل الكلام ان بيقول لنا، بيشاور لنا، يقول لنا you must obey the rules او follow the rules. ف must دي امر وحاجة هنا لازم نعملها، ما بتتحولش، ما بترجعش لورا، يبقى we must follow، لان احنا لسه لغاية دلوقتي يجب ان احنا نتبع القانون. ما ينفعش اقول we had to follow the rules. خلاص هنا لان دي حاجة لازم تتعمل وضرورة وامر لازم يتعمل، فاحنا مش هنحول must. ولو خدتوا بالكم جاب لك had followed، ما جابش had to follow اصلا. طيب سامي and صلاح said that they not a party the following week. سامي وصلاح بيتكلموا بيقولوا we نحن، ماشي، هنعمل حفلة next week، مش the following week، دي كانت next week. جميل. يبقى عايزين هنا مستقبل بسيط، صح؟ يبقى we will have a party، ده فين أصل الجملة؟ لو حولتها هتبقى they would have a party the following week، صح؟ بس كده ببساطة، مفيش أي مشكلة. طيب our teacher told us that his family and he not to Australia the following معرفش ايه. يبقى نفس الفكرة، عندنا المشكلة فين؟ the following كانت أصلها next، يبقى هو بيقول my family and I، صح؟ ينتقلوا will move أو are moving، الاتنين ينفعوا next year، ده أصل الجملة. هنحولها بقى، يبقى لا إما مثلا هنقول would move أو were moving لو كان أصلها are moving، وبعدين the following year. بس أنا مش ملاحظ إن في الاختيارات ولا would ولا are moving. في حاجة تانية شبهها، في might دي شبه would، صح؟ بتعبر عن الاحتمالية في المستقبل عادي، يبقى they might move. خلاص لما حولناها كان أصلها إيه بقى؟ بيقول we may move، احتمال ننقل، فبقيت might. وصلت؟ المهم إنها الوحيدة اللي بتعبر عن المستقبل، وهنا طبعا بعد التحويل. ماشي. The teacher told the students that the earth not around the sun. دي حقيقة علمية، الأرض بتلف حوالين الشمس، فإذا مضارع بسيط على طول، يبقى the earth revolves around the sun، وverb revolve يعني يلف، شبه spin. They said that they know the mountain after they had reached the top of the مش عارف ايه، مش باين عندي في الصورة. طيب عايزين نتفق على حاجة، لما يبقى عندنا روابط زمنية زي after و before و until وغيره، الروابط دي ما اللي قبلها واللي بعدها بيفضل زي ما هو، ما بيتحولش. يعني ايه؟ يعني after مثلا اللي جاي بعدها ماضي تام هيبقى قبله ماضي بسيط، خلاص. حتى في الريبورتد هيفضلوا بنفس القاعدة، قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. وصلت؟ لأن ده اسمه رابط زمني، هيحافظ على اللي قبله واللي بعده في نفس الزمن. ماشي. يبقى they said that they ماضي بسيط could see after they had reached، يعني لما وصلوا قدروا يشوفوا، بس كده. ماضي بسيط ماضي تام. Manal told her friend that her brother
اللي هي منال's brother يعني not her with her homework. رجع الجملة لأصلها، بتقول لها أخويا my brother هيساعدني أو يساعدني في الواجب بتاعي. أنا ليه بقول كذا أو كذا؟ لأن أنا معرفش هي كانت بتقول في المضارع هو بيساعدني ولا سوف يساعدني، معرفش قالتها بأي طريقة إن كانت. لما تيجي تحولها للريبورتد، لو بتقول في المضارع هتبقى في الماضي البسيط، لو بتقول will هتبقى would. تعال نشوف مين منهم موجود. مضارع بسيط زي ما هي مش هتنفع، كان تعتبر مضارع بسيط مش هتنفع، was helping me تنفع، will help مش هتنفع. طيب was helping تنفع، كان أصلها إيه؟ كان أصلها is helping. ولما أقول my brother is helping me ممكن تكون قصدها في الوقت الحالي وممكن تكون قصدها في المستقبل، فكرة إن هم مخططين إن هم هيقعدوا يذاكروا مثلا، فتنفع تعبر عن المستقبل بالمضارع المستمر. يبقى he is helping me اتحولت إلى he was helping her. وصلت؟ ماشي. طارق explained that they were hot because they not tennis for 2 hours. هنا برضو تعتبر because شبه الحاجات بتاعة الروابط الزمنية، لأن احنا أخدناها مع الماضي التام. أو بلاش ندخل في قواعد كتير وتعالى نتعامل مع الجملة بالمعنى بتاعها. They were hot لأنهم كانوا بيلعبوا تنس لمدة ساعتين قبلها. تمام؟ طيب they were hot في الماضي البسيط وهم كانوا بيلعبوا قبل منها، يبقى القبل منها ده فين؟ الماضي التام. برافو عليك، صح، لأن هو بعد الماضي التام ده ما خلص حصل إن هم بقيوا حرانين في الماضي البسيط. هل أقول they had been playing ولا they have been playing؟ طبعا الماضي التام أنا قلت ماضي تام يبقى نمرة B، وجت هنا في المستمر لأنه قال لي لمدة ساعتين، كان يقصد إن هم أخدوا وقت في اللعب. خلاص، had been playing ماضي تام مستمر. منى warned us that the animal not dangerous. أنا فاكر الجملة دي كنت بحلها مع زمايلكم السنة اللي فاتت وفي ناس كانت شايفة إن موضوع الحيوان خطر دي حقيقة. اولا هنا تقريبا ما جاب لهمش ان هو حقيقة اصلا، ما جاب لهمش مضارع بسيط، لان الجملة مش حقيقة. ليه؟ لان موضوع خطورة الحيوان ده بيبقى نسبي. يعني هنا واحدة حذرت واحدة ان الحيوان خطر، الموضوع ده نسبي. لو هو حيوان معروف انه خطر هي مش محتاجة تقول لها ان هو خطر. يعني لو شايفة اسد قدامها مش محتاجة توضح لها ان الاسد خطر، هي التانية هتبقى عارفة. لكن لو هي شايفة حيوان وحاسة ان هو في منه خطورة يبقى ده رأيها الشخصي، فبتوضحه للتانية، ودي مش حقيقة وبالتالي تتحول عادي. يعني هتقول لها خلي بالك the animal is dangerous وهي بتكلمها، يبقى لما نحولها نقول the animal was dangerous. بس كده وخلاص، عشان ما تنساهاش يا سيدي. اعتبر ان دي صاحبتها بتخاف من القطط وماشية معاها، يا ماما القطة مش مخيفة، القطة مش dangerous، بس هي بتخاف من القطة. خلاص، يبقى الموضوع ده نسبي مش حقيقة. كريم admitted that he had lost the pen that I not him. طيب كريم ده جاي يتكلم معايا، انا هرجعها لاصلها. بيقول لي بص انا ضيعت القلم اللي انت سلفتهوني. يعني هيقول لي I lost the pen that you had lent me. ليه؟ لان انت سلفتهوني زمان في الماضي ورحت انا ضيعته في الماضي برضو بعد ما انت سلفتهوني، فبقى عندي حدث اول انك تسلفني وحدث تاني ان انا ضيعته. كده اصل الجملة كان ماضي بسيط وماضي تام. تيجي هنا لقيت ان بقيت الاولانية had lost اللي هي كانت ماضي بسيط بقت ماضي تام، يبقى الماضي تام بقى هل هتبقى ايه؟ هتفضل ماضي تام. مفيش ابعد من الماضي التام ومش هتقدمها، انت بس بتعوز ترجع الحاجات لورا مش تقدمهم لقدام. يبقى that I had lent him وبقيت الجملة فيها الاتنين ماضي تام بعد التحويل. ماشي. نهلة said that it's not great if they could go to England in the summer. عندنا if وانا هحلها بحالات if عشان اسهل. هنا بعد if they could go
ودي تعتبر الماضي من كان، يبقى الناحية التانية هتبقى would والمصدر it would be great. تمام. حالة if التانية she complained that she not for more than an hour for her appointment. هي اشتكت انها استنت لمدة ساعة عشان الميعاد بتاعها، وهي بتتكلم بتقول انا انتظرت لمدة ساعة عشان الميعاد بتاعي، لانها اكيد ما بتتكلمش في الحاضر وبتقول لمدة ساعة. طب ما انت هي عرفتي منين الانتظار خلص اصلا؟ لا، هي بتحكي لنا انها انتظرت بالفعل لمدة ساعة او اكتر عشان توصل للميعاد بتاعها. ده فين؟ لو الجملة دايركت هي اللي بتقولها، فهتقول I have waited for more than كذا، صح؟ انتظرت have waited، انا استعملت هنا المضارع التام لان ما حددليش الميعاد بتاع الانتظار ولكن حدد لي المدة for كذا hours. طيب كان اصلها قبل التحويل مضارع تام، هتحول المضارع التام توديه فين؟ هيبقى ماضي تام برضو، يبقى she had waited. تمام كده؟ مش هتعملها مضارع تام في الأصل، هتخليها ماضي بسيط مع إنها مش مظبوطة مش دقيقة، برضو هتتحول هتبقى ماضي تام. خلاص؟ كل اللي أنا كنت عايز أعرفه إن هي وهي بتتكلم أصلا كانت تقصد حاجة خلصت في الماضي. مادام كده كان في الدايركت يبقى طبيعي هيتحول للماضي الأبعد منه اللي هو الماضي التام. ماشي. They promised that they not us as soon as they arrived. طيب هم وعدوا انهم كذا. لو رجعنا الجملة دي لأصلها، حد بيوعدني بحاجة، هل الوعد ده يكون اتعمل ولا لسه هيتعمل؟ اكيد بيوعدني بحاجة يعني لسه هيعملها. شايف الها دي؟ يعني الكلام هيبقى فيه مستقبل دلوقتي. خلاص، ده الكلام المباشر. هيقول لي ايه بقى؟ هيقول لي وي، احنا هنكلمك اول ما نوصل. خلاص، دي بالعربي، يبقى اول ما نوصل هنتصل بيك، سوف نتصل. يبقى كان اصل الجملة we will phone او call as soon as we arrive في المضارع، لان احنا خدنا برضو ان لما يبقى في رابط زمني وناحية منهم مستقبل تبقى الناحية التانية مضارع بسيط او مضارع تام. اوكي، طيب يبقى as soon as we arrive we will phone you، ده اصل الجملة. يلا نحولها reported. will phone هتتحول الى would phone، صح؟ الماضي من will. و as soon as we arrive هتتحول الى arrived في الماضي البسيط. عرفتوا كل حاجة جت ازاي؟ تمام. He admitted that he not a mistake the night before. هو اعترف. بصوا، شايف promise فوق؟ فهمت منها ان الحاجة هتحصل في المستقبل. admitted اعترف، فهمت منها ان الحاجة حصلت في الماضي. يبقى اصل الجملة هيقول انا عملت حاجة في الماضي، اعتراف. طيب the night before كان اصلها ايه؟ كان اصلها last night، يبقى I made a mistake last night، ده اصل الجملة. يلا حول indirect، هتقول he had made a mistake the night before، صح؟ بس خلصت he had made نمرة دي. فهمتوا؟ ماضي بسيط بقت ماضي تاني. She explained that she not to visit me the following week. The following week اللي هي كان أصلها next week. يلا نحول الجملة أو نرجعها لأصلها. هي بتقول I أتمنى I hope to visit you next week، صح؟ طيب هي بتقول I hope، زي كان في من شوية she wish، لو فاكرين wishes تتمنى. طيب I hope في المضارع إن أنا أزورك الأسبوع الجاي، مش I will hope، دي اتفقنا عليها زي wish بالظبط. مادام هي بتقول I hope في المضارع يبقى she hoped أو she was hoping في الماضي البسيط أو الماضي المستمر. ليه؟ لأن كان أصلها في المضارع، هتحولها هتبقى ماضي. طيب ينفع أقول she was hoping؟ لأن أنا ممكن في المضارع أقول I am hoping to visit you، عادي تنفع، مفيش منها غلط يعني. يبقى هتتحول she was hoping to visit me. خلاص كده؟ تمام.
he agreed that he not anyone what I had said. الجملة دي مشهورة وبتيجي كتير. بصوا وسهلة. هو وافق على إن هو ما يقولش لحد الحاجات اللي أنا قلتها. يعني لو أنت واحد صاحبك واقف قدامك هيقولك أوعدك اللي أنت قلتهولي أنا مش هقوله لحد. ده أصل الجملة، ده الدايركت صح؟ يبقى هيقولي إيه؟ I will not tell what you told me أو what you had said to me أو what you told me أي حاجة اللي انت قلتهولي. يبقى انت قلتهولي ده خلاص، ده حصل في الماضي، لكن الوعد بتاعي ان انا مش هقوله في المستقبل. يبقى he agreed that he wouldn't tell. ليه؟ لان كان اصلها بيقول لي I will not tell. يبقى he wouldn't tell، الماضي من will would. طيب كان بيقول لي what you said to me، ماضي بسيط اتحولت لماضي تاني. خلاص كده فهمت الأصل كان إيه ورجعت لإيه، عشان ما تستغربش إزاي نص الجملة في ماضي تام ونص تانية would، عشان هي كان أصلها I will not أو I will tell، كان أصلها مستقبل بسيط. اتفقنا؟ طيب he said that he not to the museum and seen a lot of tourists. كلمة and دي لما بنشوفها الذكي يعني لما هتسهل على الدنيا. and جه بعدها هنا تصريف تالت. انا عرفت كده لما شفت التصريف التالت ان اللي في النقط دي هتبقى حاجة وبعدها التصريف التالت لازم. ليه؟ لان and اللي بعدها زي اللي قبلها اللي هي معطوفة عليه. يبقى he said that he had been to the museum لأنها الوحيدة اللي بيجي بعدها تصريف ثالث هي have been، and he had seen a lot of tourists. كان أصلها had seen، طبعا had ما تكررتش. طيب ليه ما اخترتش have been واخترت had been؟ لأن دي جملة reported. تمام؟ كان أصلها إيه؟ I have been to the museum and I have seen a lot of tourists. ده كان أصل الجملة. حول he had been to the museum and he had seen a lot of tourists. خلاص؟ طبعا عشان ما عملناش عطف جملة كاملة على بعض فبقيت and seen على طول. خلاص؟ سهل. Nadia said that she not a test the following week. يبقى هي وهي بتتكلم بتقول next week. next week I بصوا الجملة دي فيها تكة كده على المستقبل، الأنواع بتاعت المستقبل. في لما يكون عندنا في المستقبل حاجة متخططة والميعاد بتاعها معروف ومعمول وفي arrangement، بنستعمل المضارع المستمر عشان نعبر بيه عن المستقبل. ماشي؟ طيب هنا لو أنا بستعمل المضارع المستمر عشان أعبر عن المستقبل هقول I am having an exam next week. صح؟ مضارع بسيط، مضارع مستمر. لما تحوله للreported I am بقيت she was، و having هتفضل having زي ما هي أو taking، يبقى she was taking a test وبدل next week بقيت the following week. فهمتوا جت ازاي؟ ماشي. علا admitted that she not really know the vocabulary that we needed to know. فاكرين admitted يعني الحاجة دي حصلت في الماضي، يبقى وهي بتتكلم بتقول I don't know the vocabulary that I needed to know أو that we needed to know. لو هي بتتكلم بتقول I don't know، أنا حاليا مش عارفة، معرفش يا جماعة معرفش، يبقى لما تحولها she didn't know. فهمتوا؟ ماشي. Toka said that her teacher was right and that she not revising that evening. حلوة الجملة دي. هي قالت her teacher was right، يبقى لو رجعناها لأصلها هي بتتكلم بتقول my teacher is right، على صواب. and I not revising this evening، تحولت لذات this evening. يبقى هي كلامها كانت تقصد أو كانت عايزة تعمل إيه؟ كانت عايزة تقول المدرس بتاعي على حق وأنا النهاردة هبتدي مراجعة. مستقبل بالنسبة لها
في الدايركت مستقبل I will start revising في المستقبل البسيط اللي جاي، أو I am starting أي حاجة من أنواع المستقبل. لما تيجي بقى تحولها ل indirect مش هتستعمل will start، هتستعمل would start. فهمتوا جت منين؟ طيب نهلة promised that she not me to revise if I wanted. عندنا if وماضي بسيط يبقى would والمصدر، وعندنا promise يبقى توعدني بحاجة في المستقبل، يعني كان أصلها will وتحولت ل would. أنا بقى مش عايز أخد نفس الوقت الكتير في الجمل عشان الأفكار بتتكرر. طيب she said she not me until she had finished. until she had finished ده رابط زمني وتقريبا هيفضل زي ما هو، يبقى she wouldn't see me until she had finished. عندنا هنا الماضي التام she had finished، والناحية التانية الماضي البسيط she wouldn't الماضي من will she wouldn't see until she had finished. خلاص؟ وبرضه لو حاولت تفسر معناها وترجعها لأصلها هتلاقيها نافعة. He explained that London is the capital. دي حقيقة ثابتة هي عاصمة وخلاص. Mr. Tamer said he not his driving test the previous year. The previous year يعني معناها أصلها last year، وهو بيتكلم بيقول I passed last year، يبقى he had passed the previous year. سهل. Hani told me that he not as a sales assistant before he left his job. يعني هاني بيقول لي أنا قبل ما أسيب شغلي في الماضي أنا اشتغلت كسيلز أسيستنت، يبقى حصلت قبل ما يسيب الشغل، يبقى ماضي تام، يبقى he had been working before he left his job. وعشان هنا الجملة دي فيها الرابط الزمني before خلالي الأزمنة زي ما هي direct و indirect عادي زي ما هي. طيب عمر explained that his uncle not him to find another job. ماشي. لكي يجد وظيفة أخرى. مفيش حاجة عندي في الجملة مفهماني الزمن، يعني مش عارف هو بيتكلم في الحاضر ولا في المستقبل ولا إيه، ولكن الجملة دي reported. تعال نبص على الاختيارات ونشوف مين ينفع. هل في الريبورت دي ينفع أقول will؟ لا، كان المفروض تتحول لwould لو هي مستقبل. هل ينفع أقول كانت تبقى could. طيب would encourage و was encouraging الاتنين ينفعوا. هل عمر بقى بيقول عمي would encourage me to find another job، ولا عمي was encouraging me أو is encouraging me كان أصلها يعني؟ هل بيقول عمي يشجعني ولا عمي سوف يشجعني؟ طبعا الأصح والأدق هيقول his uncle was encouraging him، لأن أصلها كان my uncle is encouraging me to find a job. في الوقت الحالي عمي عمال يشجعني إن أنا أجد وظيفة. طيب كريم said that he was a sociable person and so he not talking to customers. هو نقل الكلام عن نفسه بيقول he was a sociable، كان أصلها I am a sociable person. أصلها بقى إيه؟ I will enjoy talking to customers. will enjoy هو لو كان بيتكلم عن نفسه، لما تنقلها عنه هتقول he would enjoy. والجملة دي هو ممكن يقولها لو هو بيقدم على وظيفة كبياع، أو يقول أنا استمتع بيه ان انا اتعامل مع الكاستمرز، علشان دي طبعا حاجة تبقى كويسة في البياع. خلاص، يبقى كانت اصلها I will بقيت he would. I promised that I not Mr. عثمان on Saturday morning. انا وعدت ان انا هتصل بالراجل يعني في المستقبل. الجملة دي reported يبقى كان اصلها I will contact بقيت I would contact، بس بالبساطة دي. Muhammad said that his sister her friends at the cinema that night. الأصل بتاع الجملة إيه؟ My sister سوف تقابل her friends at the cinema this night أو tonight اللي هو النهاردة بالليل يعني. الكلام ده مستقبل،
يبقى أصل الجملة كان المستقبل. ينفع تقول his sister meets is meeting was meeting has met. أصلا في الاختيارات الوحيدة اللي تنفع reported هي نمرة C. طب أصلها كان إيه؟ أصلها كان my sister is meeting وحولتها ل was meeting. ليه مضارع مستمر؟ عشان أنا بعبر عن المستقبل المتخطط ليه، بنستعمل المضارع المستمر. طيب a man something that caused a fight between the two families for years. طيب a man said something ولا told something ولا complained ولا spoke؟ طبعا هتبقى said لأن told عايزة مفعول به، complained الموضوع مفهوش شكوى، spoke ما تنفعش أقول تحدث something، ما ينفعش. He said that he not to become a manager the following year. طيب والفعل عندي expect هو يتوقع، فهل هو هيقول I will expect ولا I expect على طول؟ دي بقى من الجمل اللي هيبص عليها لأول وهلة ويقول the following year مستقبل، يلا نختار مستقبل، هيغلط. ركز في معنى الجملة ورجعها لأصلها. هل أنا هقول أنا أتوقع أني هترقى السنة الجاية ولا أنا سوف أتوقع أن أنا أترقى السنة الجاية؟ زي التمني، فاكرين التمني اللي كان من شوية؟ كنت بقول I wish إن أنا أعمل حاجة في المستقبل، وهنا بيقول أنا أتوقع في الحاضر إن أنا أعمل حاجة في المستقبل، هي يبقى أصلها I expect، يبقى لما تحولها هتقول he expected. فهمتوا جت منين؟ مش would expect. ماشي. My mother told Amira that she not better clean up the mess in her room. التعبير ده تعبير ثابت ما بيتغيرش في reported، وهو she'd better اللي هي apostrophe D وبعدها better. الapostrophe D ده اختصار ل had. She had better clean up the mess، ده التعبير she had better والمصدر، وما بيتحولش في reported، بيفضل زي ما هو. My mother always says that I not wear warmer clothes. خد بالك من الفعل بتاع القول says، يبقى that I should wear warmer clothes. ليه ما اختارش shall؟ عشان المعنى. هنا أنا مش بتكلم، أنا مش كلهم هنا يعتبروا معايا مضارع على فكرة، كلهم مضارع ما عنديش فيهم مشكلة، لكن shall مختلفة عن should شوية في المعنى. في النصيحة مش هقول I shall wear، تمام؟ I shall wear دي أو you shall wear دي تعتبر تقديم اقتراح شوية، لكن you should ده اللي هو يعبر عن النصيحة. فالأم مش هتقوله you shall wear، هتقوله you should wear من غير نقل كلام، هو كده المصدر هي طالع من لسانها بتقوله you should، صح؟ مش انتوا عارفين بتستعملوا النصيحة you should؟ هو كده، ده أصل الجملة، وعشان فعل القول هو فشد ما اتغيرتش. ماشي. My father said that he not me a new mobile until I had passed my next exam. until اللي قبلها واللي بعدها هيفضلوا زي ما هو. بيقول لي مش هشتري لك لغاية ما تعدي أو تنجح في الامتحان. خدتوا بالكم أنا قلت إيه؟ قلت مش هشتري لك، ما قلتش my father said he ما اشتراليش، هو ما اشتراليش لحد ما أنا نجحت، لا، بيقول لي مش هشتري لك لحد ما تنجح، يبقى he wouldn't buy until I had passed. فهمتوا؟ would هي ماضي من will وعتبر ماضي بسيط، يعني القاعدة بتاعت until ما باظتش. المعنى بقى اللي حكمني لن أشتري لغاية ما تنجح، مش ما اشتريتش في الماضي غير بعد ما نجح في الماضي اللي قبل منه. وبرضه عشان تتأكد من كلامي، في آخر الجملة بيقول my next exam الامتحان اللي جاي. يعني الكلام ده لو بينقله عن السنة اللي فاتت مثلا، ان هو قال لي السنة اللي فاتت انا مش هجيب لك في الماضي غير بعد ما تنجح في الامتحان اللي هو كان في الماضي، مش هيقول لي next exam، مش هيقول لي الامتحان اللي جاي، صح؟ لكن كلامه على الامتحان اللي جاي، يبقى والده بيقول له مش هشتري لك في المستقبل غير لما تنجح.
هي دي حاجة من الحاجات اللي حددت لي أو فهمتني إن هو لسه بيتكلم عن المستقبل، وعشان كده هختار would مش did. ماشي. طيب دينا informed us that her baby not then كان أصلها إيه؟ now. هي وهي بتتكلم معانا بتقول my baby is crying now. يبقى لما تنقلها عليها her baby was crying then. بس خلص. منى promised that she not home tomorrow. اوكي، احنا بنرجع الجملة لأصلها. أول ما تلاقي عندك tomorrow فضلت زي ما هي وما بقيتش the following day، next week فضلت زي ما هي، last year فضلت زي ما هي، يبقى أنا كده الظروف ما بتتحولش. مادام الظروف ما بتتحولش يبقى في نفس الجملة دي كمان الأفعال مش هتتحول. يعني المستقبل البسيط هيفضل المستقبل البسيط، المضارع البسيط هيفضل المضارع البسيط، وهكذا. رجع الجملة لأصلها. واحدة بتوعد أنا هكون في البيت بكرة، ده الوعد. يبقى لو هي اللي بتتكلم بتقول I will be home tomorrow، صح؟ هو she will be home tomorrow. فينها اهي النمرة دي she will be home tomorrow، مفيش تحويل. خلاص ماشي. منيرة has just told أميرة. اوكي has just told، يبقى احنا كده هنخلي الأزمنة زي ما هي مش هنحولها. that they know to their friend's wedding tonight، برضه tonight ما تحولتش، يبقى بالتأكيد عليك اهو في كذا حاجة. طيب هنا بقى واحدة بتقول لصاحبتها النهاردة احنا رايحين الفرح، فرح وميعاده ثابت والموضوع متخطط، يبقى ده مستقبل بمين؟ بالمضارع المستمر اللي هي we are going to the wedding، يبقى they are going to their friend's wedding، ومش هتتحول لوير عشان قلنا الكلام لسه حاصل على طول. At the wedding party yesterday، امبارح، the bride said not the happiest day of her life. الجملة دي جت في امتحان ثانوية عامة اهو، وكل الكتب تقريبا جايباها وهي حلوة، يعني ركزوا معايا. بيقول في حفلة الزفاف امبارح، الكلام ده حصل امبارح، يبقى ده هنحول فيه الأزمنة. العروسة قالت، البرايد اللي هي العروسة قالت ايه العروسة؟ not the happiest day of her life، كان أصلها of my life. فهي كانت بتتكلم عن يومها، يوم الفرح، بتقول النهاردة أسعد يوم في حياتي، ده أصل الجملة. يلا نكتب الدايركت ده. This day أو today is the happiest day of my life، صح؟ قلت ايه أنا؟ قلت today is، صح؟ يلا حول today وحول is، خلص. today بقيت that day لأن أنا بتكلم عن يوم تاني زي now و then، و is هيبقى was. فين؟ أهي that day was، بس حطها في الجملة. the bride said، وبعدين هنكتب الكلام اللي هي قالته that day was the معرفش ايه of her life. طيب حتى لو في بعد ست كلمة that أصلا، بصوا معايا، مش ذات دي عادي بتبقى رابط وموضوع اوبشنال، ممكن احطها وممكن لا. طيب افرض انها محطوطة في الجملة the bride said that، خلاص انسى، سيبك منها خالص كأنها مش موجودة، وابدأ بقى زي ما احنا عملنا، رجع الجملة لأصلها. هتقول today is هيبقى that day was، فهتحط نفس الاختيار، فهتبقى الجملة the bride said that day was، عادي that مفيش مشكلة، لأن هنا دي الجملة اللي هي قالتها that day عايدة على today. وصلت؟ عرفتوا جبتوها منين؟ جبتها من أصلها، وهتحول كلمة كلمة تلاقيها سهلة أوي يعني. طيب أحمد promised that he not me as soon as the plane lands. في هنا فعل في المضارع، يبقى الناحية التانية هيكون ايه؟ هيكون مستقبل، لأن رابط زمني ناحية مضارع، الناحية التانية مستقبل اتكلمنا عنها. طيب ليه مفيش تحويل؟ لأن هو ساب لي لانس ده في المضارع من غير تحويل، محولوش لماضي بسيط. خلاص يبقى التاني أكيد هيفضل من غير تحويل، يبقى هقول he will phone مش would phone. لو اتحولت lands دي إلى landed هتبقى would phone. فهمتوا؟ عرفتوا الفرق وعرفتوا كده ليه وكده ليه؟
نركز في الحتت البسيطة اللي زي دي. بصوا الأسئلة دي امتحانات ثانوية عامة، الأفكار دي كلها. آخر جملة The boy denied the theft اللي هي عملية السرقة. الولد أنكر عملية السرقة and said that he not the car then. هو كان بيعمل حاجة في العربية ساعتها. طيب الولد لو بيتكلم وبينكر حاجة وجريمة حصلت، فهيقول لنا ايه؟ هيقول لنا انا دلوقتي بعمل حاجة، ولا هيقول لنا انا كنت بعمل حاجة ساعة الجريمة؟ صح، انا كنت بعمل حاجة ساعة الجريمة، يبقى I was cleaning the car then ساعة الجريمة. ده كلام الولد فين؟ في المباشر. لما تيجي تحولها I was cleaning يبقى ده كان ماضي مستمر، هتحوله لأبعد منه ماضي تام مستمر. صح، he had been cleaning the car then. حولنا الماضي المستمر إلى ماضي تام مستمر، وده جبناه منين؟ جبناه من أصل ومعنى الجملة. كده احنا خلصنا الأسئلة بتاعتنا على الدرس ده. أتمنى كده إن الريبورت ما بقيش صعب، ترجع الجملة لأصلها وتحولها بعد كده واحدة واحدة كلمة كلمة. لو عندك الأزمنة مش متحولة في ناحية، ما تحولهاش في الناحية التانية. عندك الظروف الزمان والمكان مش متحولة، يبقى ما تحولش الأفعال. كده كل الكلام، كل الأفكار تقريبا عدت علينا وقلناها. أعتقد كده إن شاء الله هيبقى سهل وبسيط، وأشوفكم إن شاء الله في الوحدة العاشرة على خير.